يا مساء الجمال. حكاية نرجس والحلقة التانية. عرفنا في الحلقة الأولى إن محمد طليق نرجس راح لهم البيت، وأول ما عوني فتح الباب قال له مبروك يا عريس، معلش هي جت متأخر شوية، وقال له أنا جاي يعني عشان القلوب ما تبقاش شايلة من بعضها، وجماعتك بالنسبة لي صفحة واتقفلت، بس أنا كان في كلمتين عايزة أقولهم لك، ما تعملش زيي وتروح تتجوز تاني عشان موضوع الخلفة، هتلاقيها عملت معاك نفس اللي عملته معايا بالظبط. وعوني كان واقف ومش فاهم هو بيقول ايه، فأخد بعضه ومشي. ولما دخل لنرجس قال لها ده محمد طليق، فقالت له كان عايز ايه؟ قال لها كان جاي يبارك، وسكت شويه كده وبعدين بص لها وقال لها هو انت ما بتخلفيش يا نرجس؟ فالتانية قالت له لا حول ولا قوه الا بالله، انا مش عارفه الجدع ده عايز مني ايه، هو حرام عليا افرح واتهنى؟ وانت طبعا صدقته. فعوني قال لها مش عارف. التانية اتعصبت وقالت له ما تعرفش، بص يا ابن الحلال انا ما فرضتش نفسي عليك، ولو انت مش عايزني دلوقتي انا اخد بعضي وامشي ونفضها سيره، ويكون في علمك انا اتطلقت منه غصب عنه، وبعدها قعد يترجاني كتير عشان ارجع اوافق عليه، وانا اللي مرضتش، عشان كده كرامته نقحت عليه وقال يجي ليله فرحي ويخرب عليا. والغلبان التاني قال لها حقك عليا يا ستي، واذا كان على حوار الخلفه بكره نملى البيت ده عيال، خلاص يا ستي بقى ما يبقاش قلبك اسود. حصل خير، وبعد كام يوم نرجس نزلت شغلها، وبنعرف ان هي شغاله في مصلحه حكوميه بتصور ورق، بس معارفها وحبايبها كتير ومفيش ورقة بتستعصى عليها، خصوصا التقارير الطبية. في نفس الوقت عوني كان قاعد مع مامته وحكى لها كل الكلام اللي طليق نرجس قاله لها، فالتانية قالت له عشان تريح دماغك خدها وروح حلله. فرد وقال لها ما ينفعش يما، انتي كده عايزاني اقول لها اني مش مصدقك ومصدقه هو؟ فمامته قالت له ما هو بالعقل يا ابني، هم قعدوا على قد ما قعدوا مع بعض ما خلفتش، والراجل دلوقتي اتجوز واحده تانية وخلف منها، يبقى العيب في مين؟ بس عوني برضو ما كانش مقتنع بالكلام ده، وقال لها ما ياما في ناس متجوزه وما بتخلفش، واول ما بيسيبوا بعض كل واحد فيهم بيخلف، سيبيها انت بس على الله وملكيش دعوه. ولما طلع شقته فوق نرجس سألته مالك، فقال لها اصل شديت مع جمال شويه في الكلام. فالتانية ردت وقالت له لو على الفلوس ما تشيلش هم، ربك بيفرجها. لكن عوني اتعصب وقال لها في ايه يا ستي مالك؟ اللي انت ما تعرفوش ان جمال ده شغال عندي، والعربيه دي اصلا بتاعتي. وطلع يا سيدي جمال ده اخوه من امه، اصل مامة عوني كانت متجوزه بابا جمال الله يرحمه قبل ما يموت، ولما الراجل مات اتجوزت بابا عوني، والعربيه والبيت ورث عوني من باباه، ولولا حوار رجله ده كان هو اللي ساق العربيه. فنرجس قالت له يعني مش كلام محمد هو اللي ضايقك؟ فالتاني قال لها الحل الوحيد عشان نسكت الكل تروحي تعملي تحليل حمل. لكن نرجس لفت الكلام ونزلت لها دمعتين وقالت له علينا بايه من ده كله، ما كل واحد فينا يروح لحاله. عوني قال لها انا مش هسيبك، طب ايه رايك انا عندي ليكي حل، نروح يا ستي انا وانتي نكشف ونعمل تحاليل زي اي اتنين متجوزين. فالتانية قالت له ماشي انا هعمل لك اللي انت عايزه. وفضلت نرجس طول الليل عماله تفكر وتسال نفسها هتعملي ايه يا بت في النسيبه السودا دي. بص بقى الجحده عملت ايه، تاني يوم راحت لممرضه صاحبتها شغاله في مستشفى حكومه وقالت لها قصدكي في خدمه. فالتانية قالت لها اموري ده انت جمايلك مغرقاني. نرجس قالت لها انا عايزه ورقه لنتيجه تحليل لراجل تثبت انه ما بيخلفش، وكتبت لها كل بيانات عوني. والتانية قالت لها ما تقلقيش ابعتيه بس انت يعمل العينه وانا هطلع لك نتيجه التحليل مختومه كمان. وفعلا لما اخدوا التحاليل وراحوا للدكتور قال له يا استاذ عوني انت مؤمن وموحد بربنا وحكايه الخلفه دي مستحيله. وهم راجعين يا عيني الراجل كان هيموت من القهره، شكلك مش سهله يا نرجس. والراجل يعني خلاص اتجنن وقال لها لما روحوا ده انا كنت عايزه اخلف صبيان وبنات، بس دلوقتي يا بنت الحلال انا مش عايزه اربطك جنبي واوجع قلبك واعيشك على امل مش هيحصل. فالتانية ردت وقالت له انا عمري ما هستغنى عنك، وطول ما احنا مع بعض اكيد هنلاقي لها حل. وتاني يوم نرجس لما راحت شغلها سألت موظفة عندها عن حوار التبني، وقالت لها اصل بنت خالتي وجوزها بقالهم فترة مسافرين الكويت، بس هم عندهم مشكلة في الخلفة وما بيخلفوش، ولما رجعوا هنا مصر كانوا عايزين يتبنوا طفل. فالموظفة كتبت لها اسم دار أطفال وقالت لها خلي قريبتك تروح هناك وأنا هكلم المديرة وأظبط لها الدنيا. أما عوني وقف لجمال وقال له مش هتطلع بالعربية النهاردة غير لما نقعد ونتحاسب. فجمال قال له مش وقت، ورايا شغل ولما نرجع نتكلم. بس عوني اتعصب وفتح باب العربية وقال له مش هتطلع بيها غير لما نقعد ونتحاسب. ولما طلعوا فوق قامت العركة، ومامته تقول له بدل ما تتشطر على اخوك روح اتشطر على اللي مسخنك علينا. وعوني يتعصب ويقول لها ده انا عايز حقي. فجمال قال له حسابي يا عوني، ده انا بقالي سنين شقيان وشغال على العربية وبصرف على البيت ده كله، ده حتى مكسبي من العربية بقسمه على 2، وانا لو كنت سبتلك العربية دي من الاول كان زمانك ضيعتها، على الاقل كنت اشتغلت وجبت عربية زي لكن انا عملت بوصية عم الله يرحمه وما سبتكش ووقفت في ظهرك. وعوني راسه ألف سيف لا ياخد الفلوس من جمال، بس جمال قال له انا مش هديك الفلوس عشان تصرفها على واحدة اتطلقت وجاية تتسلى بيك. وقامت عركة بين الاخوات،
وفي الاخر عوني سابهم وطلع. ولما طلع قال لنرجس انا هكتب لك البيت باسمك عشان تبقي مطمنه. فردت وقالت له يعني انت عايز تعوضني بالبيت عن العيل؟ انا مش عايزه حاجه من الدنيا دي كلها غيرك. فالتانية قال لها يا ستي اعتبريه مهرك اللي انا ما دفعتوش. فنرجس ردت وقالت له انا مش عايزه كل ده، انا عايزه اخلف ويبقى لي ابن، مش عايزه اكون في نظر الناس الست اللي ما بتخلفش. نفسي كده في حته عيل ياخد باله مني لما اكبر، وانت كمان يا عوني من حقك يبقى عندك ابن يشيل اسمك ويسندك لما تكبر. فالتانية قال لها كل الكلام اللي انت بتقوليه ده صح، بس نعملها ازاي؟ فقالت له لا ما انا حلتها لك، انا سالت اننا ينفع نتبنى عيل من دار الايتام وكمان هنكتبه باسمنا ونعامله زي ابننا بالظبط. فالتاني طلع فيها وقال لها انت اتجننتي يا نرجس، وقال لها انا مقدر ان انت عايزه عيل بس مستحيل الكلام اللي انت بتقوليه ده يحصل. اما هدى كانت بتحب عيل شغال في فندق في وسط البلد وكانت مضيعه فلوسها كلها عليه، ده حتى يوم ما راح يتقدم لها هي اللي كانت مشتريه له البدله. ولما قابل اهلها عم ابراهيم ساله هو انت شغال مع هدى في المستشفى؟ فالبنت حورت على اهلها وقالت لهم قال ايه ده شغال مدير فندق. فمامتها سالته هو انت على كده عندك شقه؟ فالتاني رد وقال لها انا هقدم على شقه في اسكان الشباب، واحنا دلوقتي يعني مؤقتا هنقعد في شقه بالايجار، بس عشان اقدم على الشقه دي لازم نكون كاتبين الكتاب. فمامتها قالت له خلاص يا حبيبي لما تجيب شقه تمليك ابقى تعالى اقرا فاتحه، ما احنا مش هنحط جهاز البنت في شقه ايجار وممكن في اي وقت تنطرد منها وتبقى في الشارع. وعم ابراهيم رد وقال له طب افرض دلوقتي انتوا كتبتوا الكتاب والتسليم اتاخر، تفضل رابط البت جنبك سنين؟ فردت هدى وقالت لهم احنا ان شاء الله هنلاقي حل. ولما دخلت المطبخ نرجس قالت لها مدير فندق مره واحده، طب ما تعرضيهاش قوي كده. فالتانية ردت وقالت لها ما كل واحد يخليه في حاله ولا عايزانا ننكش وراكي، والاخر مره هقولك يا نرجس خليكي في حالك وملكيش دعوه بيا. وبعدها نرجس طلعت لعوني في الشارع وقالت له مالك هو انت لسه زعلان؟ فك كده كل حاجه هتقضى ان شاء الله. وقعدوا بقى يتكلموا ويفتكروا ذكريات الطفوله مع بعض. وبعدين نرجس قالت له انا مش عايزه يبقى في مشاكل بينك وبين اهلك بسببي، ايه رايك تيجي نطلع لهم ونسبق احنا بالخير؟ وفعلا اخدها وطلعوا. ونرجس اول ما دخلت حاولت تلطف الجو بينها وبين حماتها، بس التانية كانت مصدره لها الوش الجبس. وراحت حماتها راميه كلمتين وقالت لها هو انت كنتش عند اهلك يا نرجس؟ فردت التانية وقالت لها اه، ده حتى ماما بتسلم عليكي قوي. فالتانية ردت وقالت لها ده الواحدة زمان ما كانتش تطلع من بيتها غير وهي حامل، وانتي ما شاء الله عليك يا نرجس واخدة السكة قياسة. نرجس قالت لها هو انتي بتعملي معايا كده ليه؟ ومن ساعة ما دخلت البيت ولا طيقاني ولا طيقالي كلمة، هو انا يعني غلطانة عشان جايبة عوني يصالح اخوه؟ فردت وقالت لها انتي غلطة يا نرجس، ووجودك هنا غلطة من اساسه. نرجس اتعصبت وقالت لها انا ما فرضتش نفسي عليكم، وعوني جه وتقدم لي بدل المرة 2، يعني ده جزات اني جايه لكم وجايبه لكم معايا خبر حلو؟ انا حامل. بس يا ترى بقى ايه اللي هيحصل؟ هل نرجس هتمشي اللي في دماغها وتتبنى طفل؟ ده اللي هنعرفه في حلقة بكرة، فلايك واشتراك عشان نكمل مع بعض باقي الحلقات.